السلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنصايبوا مع بعضياتنا بقلاوه تركيه بلمسه مغربيه اللي كتجي زوينه وسهله وناجحه من اول تجربه، مع سر القرمشه والاحترافيه. جربوها ان شاء الله وردوا عليا في الكومونتير، حيت ان شاء الله غادي تعتمدوها، حيت سهله بزاف. بسم الله على بركه الله. حنا غنديرو هاد المنكه، نديرو الزبده. هنايا عندي 2 المعالق ديال الحليب بودر، غنزيد يوغور مسوس، وعندي 2 معالق ديال الخل، و2 معالق ديال العسل. بالنسبه لما كانش عندك العسل يمكن لك ديري سنيده، غير بالنسبه للعسل غير باش كيبقاو مقرمشين وكيبقاو زوينين. وممكن انك ديري الحليب سائل ماشي بودر، يمكن لك ديريه. وكاس ديال الزيت، هاد الكاس راه كيعادل الكاس ديال العنبه. وغادي نضيف الماء، نحرك واحد شويه وغادي نضيف الماء. غادي نزيد الطحين. هنا يمكن عندي ما بين 600 حتى 750 غرام على حسب الطحين اللي عندك، واش كيشرب ولا ما كيشربش. راه كتجي زوينه. كنا الصراحه ملي كنشوفوها في الزنقه كتعجبنا وكطلع لينا، الا صوبناها في الدار كطلع لينا احسن، طلع لينا رخص. كندلكوها واحد شويه، غير شويه ماشي بزاف. بسم الله. وهنايا غنكمل ليها الدلك فوق البوطاجي، غندلكها مزيان ونقطع الكويرات. دابا انا قسمتها على 2 وغادي نشكلها كويرات صغار. هاد الكويرات غنديرهم متساويين، ضروري خصكم متساويين باش يجيو دوك باش ملي نسرح العجينه تجيني قد قد. انا هنايا غنكمل الكميه اللي عندي. وهنايا انا غادي نسرحهم بالمدلك، راه كتجي زوينه وكتجي خفيفه وكتجي هشيشه. كنتمنى انك تجربوها وتجاوبوني في الكومونتير. وكتجي مقرمشه. دابا انا غادي نديرهم في السلوفان او اي بلاستيك عندك غذائي في الدار. كنحط وحده على وحده، يمكن لك ديري ما بيناتهم السلوفان او تحطي غير وحده فوق وحده، راه ما كيلصقوش مع بعضياتهم مع مايزينا. يعني ساهلين في الخدمه، يعني ما تشوفي شي حاجه هكا في الزنقه وهذا كتعجبك يمكن لك تصاوبيها في الدار بسهوله واقتصاديه.
هانتوما البنات راه ملصقوش مع بعضياتهم. هانتوما البنات من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي، هانتوما شوفوا راه ما كيلصقوش مع بعضياتهم، واخا ما تديريش ما بيناتهم الفيلم اليمونتير راه ما كيلصقوش، يعني تقدي ما تحتاجيش. الا درتيه حسن، ما درتيش ماشي مشكل. كما قلت لك يمكن لك تخدميه باللوز ولا بكاوكاو ولا بداكشي اللي عندك في الدار، حتى بالفستق خلاص راه كيجي زوين، حتى بكاوكاو تيجي زوين. كاع المكسرات اللي عندك في الدار يمكن لك تخدميهم. ودابا انا غادي نسرحهم. انا خدمتهم بالمدلك، يعني تخدمي بداكشي اللي عندك في الدار. خدمتهم بالمدلك ومن بعد درت واحد تقريبا بحال المدلك ديال الحديد. المهم اي حاجه عندك في الدار تخدمي بها تكون رقيقه. باي اله عندك في الدار. انا عندي هذه الانوكس انايا درتها. كنلوي فيها العجينه باش كتجي ساهله ملي كتبغي تحطي ورقه على ورقه. هانتوما شوفوا معايا، شوف كي كتجي ساهله في الحله. وشوف الورق واخا كتجي وحده على وحده كيبقاو محلولين. هانتوما راه كتاكلي شي حاجه اللي زوينه، ونتمنى انكم تجربوها البنات، حيت راه كتجي زوينه، خصوصا حنا مقبلين على الشهر الكريم وكلشي كيبغي بحال هاد الحليوات وهاد المعسلات. نتمنى الناس ديك 98% اللي كيتفرجوا يتابوناو عندي. ومن بعد كنسرحها كما كتشوفوا، ما كتخافيش منها، راه واخا كتسرحيها بهاد الطريقه هذه. هانتوما انايا كما قلت لكم راني خدمت بداكشي اللي عندي. غنطلقها مزيان. هانتوما شوفوا انا نوريكم الوريقات. هانتوما شفتوا ما كيتلصقوش مع بعضياتهم وكيبقاو زوينين. تخدمي بها البقلاوه، تخدمي بها اي معسلات بغيتي. يعني كتوجدي ورقه الفيليو في الدار اللي شي حاجه اللي بسيطه وسهله وكما قلت لك اقتصاديه. هذا هو المهم دابا، خصوصا في هاد الوقيته د الغلا وهذا، يعني كنا كنقلبوا على ما هو اقتصادي. هانتوما راه كتجي محلوله كما قلت لكم. انا حاولت باش نبين لكم مزيان، باش اللي غادي تصوبها حتى اول مره ان شاء الله راه غادي تجيها مزيانه. يعني ماشي ضروري خص تكون عندك تجربه باش تصيبيها، وخا تصيبيها من اول مره ان شاء الله تبعي المراحل كلها اللي درت، وان شاء الله راه غتجيك زوينه. وبالنسبه للحشوه راه كديري اي حاجه اللي عندك كما قلت لك، راه سهله بزاف. انا قطعتها قديتها ضروري. هذوك لي شوت اللي كيبقاو لينا راه ما كنرميوهمش، راه كنعاود نديرهم عاوتاني في البلاستيك الغذائي وتنعاود نخدم بهم. غنزيد نسرحها واحد شويه وغادي ندير الحشوه. هنايا انا غادي نجمعها وغنعطيها واحد الشكل، كنمشها واحد شويه باش ملي نجي ندير فيها الحشوه تجي مزيانه. هانتوما شوفوا، ما تخافوش منها انها تلصق لكم ولا هذا، حيت ديك الميزانه اللي كنديرو ما بينات الورقات كتخلي الورقات يبقاو محلولين.
انا كنشرح لكم هذا الشيء كامل باش يعني باش اللي ما عمرها ما دارتها ديرها بسهوله. نتمنى اللي جرباتها تجاوبني في لي كومونتير. هانتوما شوفوا الشكل ديالها مني حليتها كيجي مجعد، باش ملي كنعمروها كيجي الشكل ديالها زوين. دابا انا غادي ندهنها بشويه الزبده. هانتوما شتي يعني كنحلها واحد شويه. هي راه درت معلقه د القرفه وشويه ديال الماء الزهر وجوج معالق ديال السكر كلاصي. تقدري ديري السنيده. بالنسبه الا كنتي هانتوما شوفوا العجينه ديالها، الا كنتي دايره الكاوكاو من الاحسن تخليه شويه. ندهنها بشويه الزبده. نحطوا دابا فيها هاد الحشوه. كما قلت لكم الا كنتو دايرين اللوز ما تفزكوش بزاف، ولا كنتو دايروا الكاوكاو ضروري ما تكون العجينه شويه ديال الكاوكاو او العقده د الكاوكاو تكون شويه جاريه حيت هو كيشرب. دابا انا درت الحشوه. هانتوما راه ساهله يعني كتلويها ساهله وتا الشكل ديالها تيجي زوين. الشكل ديالها تيجي زوين ومجعد. انا غادي نكمل الكميه اللي عندي. وهنايا انا غادي ندهنهم بشويه الزبده باش كيجيو محمرين وكياخذوا داك اللون الذهبي وكيجيو مقرمشين. ونقطعوا يعني القياس اللي بغينا، والصغيورين نقطعوا بقلاوه ما صغيورين ولا يعني على الحجم اللي بغينا حنايا. جربوها البنات وردوا عليا. دابا من بعد ما قطعتهم الطريقه باش غادي طيبوهم في الفران، غادي ديروا عليهم الطاوه باش ما يقصاحوش. من الاحسن نديروا فوقهم طاوه واحده اخرى وندخلهم يطيبوا. جربوا هاد الطريقه ان شاء الله راه غتعتمدوها وغيوليو يجوكم ساهلين. هانتوما انا غادي نغطيهم وغادي ندخلهم الفران باش ما كيقصاحوش. هانتوما انا دخلتها الفران، غنتسناو عليها حتى نلقاوها طابت من التحت. وهنايا غادي نسرحوا العجينه بنفس الطريقه اللي سرحنا بها الاولى، وغندهنوها بالزبده وغادي نرشوا عليها كاوكاو. هي باش غادي نديروا داك الهلالات بهذا السيركل هذا. هنا انا راه لويت لها 2 لويات نفس الطريقه اللي درت الاولى. غادي ديروا حتى لهادي، كندهنوها بالزبده وكندخلوها الفران. ومن بعد ملي خرجتهم الفران هانتوما كما كتشوفوا كيخرجوا ذهبيين. ودرت لهم سقيتهم بالسيرو او الشربات باش كيشربوا. من الاحسن ديروا السيرو او الشربات يكون باقي سخون، واذا كان عندكم بارد ملي جبدوهم سخان من الفران سقيوهم باش يلا كيشربوا وكيجيو معلكين. وهنايا عاوتاني تزيين اختياري، يمكن لك ديري لوز ايفيلي او كاوكاو او داكشي اللي عندك، راه كيجيو زوينين ديال تحميره الوجه. هانتوما شوفوا كي كيجيو مقرمشين. والسر ديال هاد القرمشه هو داك 2 معالق ديال العسل. الا ما كانش العسل يمكن لك ديري سنيده في بلاصتو حتى هي راه كتعطي نفس القرمشه. شتي هانتوما شوفوا كل ورقه بوحدها. من اليوم ان شاء الله ما غتستغناو على هاد العجينه هذه. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم
ما نقولكمش البنات كيجيو زوينين. الا كنتو جداد في القناه ديروا لايك وابوني وبارطاج، يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله.